أهلا بكم متابعينا الكرام في هذا الموجز الإخباري المفصل. نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد مسيرة مركزية بالرباط اليوم الأحد تجديدا لرفضها المبدئي لمشروع قانون الإضراب التكبيلي، والذي تقول إن له تداعيات خطيرة على ممارسة هذا الحق في القطاعين الخاص والعام، وأيضا للتنديد بتخريب التقاعد. ورفع المحتجون في هذه المسيرة شعارات رافضة لبعض المضامين الواردة في مشروع قانون الإضراب، واستنكروا تمرير إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرين أن إصلاح الأنظمة عرف استعمال الثالوث الملعون: اعمل أكثر ساهم أكثر استفد أقل، ما ينذر حسب قولهم بالإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك الحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم. ورفضت الجبهة المكونة من مجموعة من التنظيمات النقابية رفضت أي مس وتشريع تصفوي يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعامة الشغيلة، ومؤكدة رفضها المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية، ومعتبرة إياه تخريبا ويشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات. وفي إطار برنامجها النضالي الممتد على مدى 16 شهرا، نظمت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد سلسلة من الاحتجاجات شملت وقفات مركزية وجهوية، وصولا إلى مسيرة مركزية احتجاجية ضد ما وصفته بالمشروع الطبقي الاستبدادي، والذي يهدف حسب المحتجين إلى تقييد حق الطبقة العاملة في الإضراب. شكرا على حسن المتابعة.